طالع لاخويا علشان اسال عليه، لقيت باب الشقه مفتوح وفي صوت عياط جامد جدا. فانا قعدت انده كده على اخويا، لقيته مش موجود خالص في الشقه، محدش بيرد. اللهم ايه صوت العياط ده؟ المهم الصوت بقى كان جاي من اوضه النوم، وده صوت واحده بتعيط. فدخلت لحد اوضه النوم، ما انا عماله انده محدش خالص بيرد، فطبيعي لازم هخش بقى اشوف مين اللي بيعيط جوه. دخلت لقيت مراته منهارة من العياط وشكلها صعب على الآخر، وهدومها كمان كلها متقطعة وجسمها كله عريان وباين. فأنا اتمسمرت كده قدام باب الأوضة، طب أدخل ولا أخرج ولا أعمل إيه؟ ما بقتش عارفة أتصرف إزاي. بس طبعا كأي راجل يعني، طب اهدي بس، طب في إيه، طب مش عارفة إيه. فاضطريت في الوضع اللي أنا فيه إن أنا ده أدخل لها، أقعد جنبها على السرير لحد ما أهديها وافهم بقى هي عامله في نفسها كده ليه، مين اللي قطع لها هدومها ولا هي اللي مقطعاها وبتعيط على ايه، وباب الشقه اصلا مفتوح كده ليه، وجوزها راح فين، ما انا مش فاهم حاجه. المهم دخلت قعدت جنبها، طب بالراحه، طب اهدي، طب اجيب حاجه البسها، طب اغطيها. ودي عماله تعيط وتشد كمان في الحاجه، يعني هي هدومها اوريدي متقطعه وعماله تشد في هدومها، الحاجات المتقطعه ترميها. فاللي هو انت خلاص بقيتي يعني زي ما والدتك امك. ففي ايه بقى طب بس بالراحه، طب بطلي عياط، طب بس بقى فهميني ايه اللي حصل. احاول ادور يعني ادور على اي حاجه اغطيها بيها، هي ملايه السرير، طب اغطيها كده، تقوم رفسها وعماله تعيط وتشيلها من على جسمها وبتاع، والدنيا اتقلبت. طبعا انا ما كنتش متخيل الوضع اللي هي كانت فيه ده، وللاسف ما كنتش متخيل اللي هيحصل بقى بعد كده. مرات اخويا دي اصلا امي بتحبها جدا. ليه بقى؟ لانها بنت ناس ومحترمه جدا، وحرفيا مش مخليه امي يعني تعمل اي حاجه في البيت. حتى لو امي زعقت فيها، ايه يا ماما بس انا غلطت فيكي في حاجه، فعامله زي البلسم. على النقيض بقى، اخويا لما كان مسافر بره، كانت اخلاقه كويسه وكان محترم ومؤدب وابن ناس وبيتعامل معاها كويس والدنيا لطيفه. قعد كام سنه بره ورجع استقر هنا. من ساعه ما رجع بقى وعامل زي ما يكون بقى شيطان رجيم، بقى واحد تاني. واللي اكتشفناه بعد كده ان هو كان بيشرب، بدأ يشرب بقى الحاجات المنيلة ب60 نيلة دي، اللي بتخليه اصلا مش دريان بالدنيا. فاخلاقه اتغيرت خالص بعد ما كانت مراته دي زي الملاك ونسمة، وهي اصلا جميلة جدا، واحدة من الناس اللي تبص يعني ملامحها حلوة جدا،